أيضا، وكيف أن بنزيما يصنع لنا هناك. بداية قلنا بهدف اللاعب المتألق إيسكو، إذا في الدقيقة 34 بعد مراوغة وتسديدة في الزاوية البعيدة. تعديل النتيجة كان في الدقيقة 39، تسديدة قوية كانت وصاروخية من فيرثا، لكن بيل مرة أخرى يسجل برأسه ويغالط بذلك الدفاع والحارس. هدفان مقابل هدف واحد كانت نتيجة الشوط الأول. في الشوط الثاني يضاعف ضربة جزاء من فيرسا الذي يضيع للمرة الثانية ضربة جزاء. كان سدد 8 بل 10، سجل 8 فقط. هذا هدف رائع وتمريرة ممتازة من لاعب بنزيما الذي يهدي الكرة لصالح كريستيانو رونالدو. هدية أخرى جاءت هذه المرة من كارفاخال لكريستيانو رونالدو ليسجل الهدف الثاني له والرابع لريال مدريد في هذه المباراة التي شهدت 5 أهداف.